السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة الشيف خالد مافيو. فيديو جديد كالعادة. أتمنى لأول مرة تشوفنا على اليوتيوب فضلا وليس أمرا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. طبعا ده أول فيديو أطلع فيه بوشي وأتكلم فيه قدام الجمهور أو أتكلم فيه مع المتابعين بتوعي. طبعا أنا حاليا الحمد لله وصلت قبرص اليونانية بقالي أكثر من 7 أشهر. تمام، بقالي 7 شهور حاليا في قبرص اليونانية. طبعا أنا جنب اليونان، قريب لليونان قوي وقريب برضو لإيطاليا بس مش زي اليونان. قبرص اليونانية دولة واليونان دي دولة. طبعا من اللي أنا بشوفه حبيت أطلع أقول كلمتين للناس اللي هي بتيجي هجرة غير شرعية، وده الفيديو بتاعنا النهاردة. وإن شاء الله في الفترة اللي جاية هنقدم لكم فيديوهات تانية كتير إزاي أنت تسافر أي دولة أوروبية وفي نفس الوقت ما تسافرش عن طريق الهجرة الشرعية. عفوا، عن طريق الهجرة الغير شرعية. ناس كتير بتروح إيطاليا من على ليبيا، وناس كتير بنسبة 70-80% بتغرق، وناس كتير ما بتعديش. وبسمع أرقام فلكية 300,000 و400,000 لناس بتسافر هجرة غير شرعية. بعض ناس كتير نقاشين ومعمار وكانوا هم صناعية في أي مجال في مصر. تقدر ان انت تسافر اي دولة اتحاد اوروبي حتى لو يكون المرتب بتاعك بسيط شوية في الاول، ولكن هيتعدل مع الوقت. اللي يخليك تدفع 300,000 و400,000 في ان انت وتسافر كمان بحر وتسافر يعني دولة غير شرعي وتعمل لجوء وتقعد فترة على ما بتشتغل والكلام ده كله. تقدر ان انت تسافر دولة مثلا زي قبرص اليونانية ديت. في جميع مهن المعمار مطلوبة في قبرص اليونانية وجميع المجازر. يعني انا شغال حاليا في مجزر دواجن، مطلوب ناس لمجزر دواجن، صناعية مجزر دواجن، ومطلوب ناس لصناعية برضه في مجزر لحوم وسوبر ماركت وحاجات كتير مطلوبة. وجميع المعمار، وسواء في دول تانية مش شرط قبرص اليونانية، مش شرط قبرص اليونانية بس، في ألبانيا وفي صربيا وفي دول تانية جنب مني بتحتاج عمالة برضو من نفس الصناعية دي. يعني معمار، جزارين، نقاشين، يعني على مستوى الصنع في مصر. بلاقي برضو ناس أعمارها أو شباب أعمارها في بداية حياتها عمر 17 سنة و18 سنة بتبدأ إن هي بترمي نفسها. أنت دلوقتي لسه قدامك فرصة. ونصيحة للناس اللي هي في السن الصغير 17 سنة 18 سنة، أو عامة الناس عامة اللي هي بتيجي، الشباب اللي بتيجي معهاش أي صنعة، ده بيتبهدل في الأول. نصيحة: لو أنت مثلا في سن 17 أو في سن 18 بيبقى الحماس واخدك والباور واخدك إن أنت تسافر إيطاليا، تسافر اليونان، أو أي دولة غير شرعي. تقدر انت في الفتره ديت في سن ال 17 في سن ال 18 دي تعلم يعني سنتين في مصر، تتعلم نقاشه، تتعلم صنعه تقدر انت تسافر بيها وتشتغل بيها شرعي عشان ما تتبهدلش. انا سافرت قبرص اليونانيه ازاي، او السبب اللي انا خلاني سافرت قبرص اليونانيه ازاي؟ سبب بسيط جدا، عشان خاطر اكون ليا رزق في الدوله اللي انا فيها حاليا دي. انا واحد وصل لي عن طريق اليوتيوب عاوز يتعلم خلي الشاورما. وكنا في الفتره دي كنا في الشتاء وما كانش فيه شغل، كان الشغل على القد. انا كنت شغال في مرسى مطروح، بلد سياحيه بتعتمد على الصيف فقط. فانا قلت له والله ما ينفع حاليا ان انا او مش متاح ان انا اعرف اجيبك دلوقتي اعلمك شغل. فقعد لحد الصيف لقيته برضه بيكلمني. المهم ان هو الراجل ده جه قعد معايا فتره وقال لي ده انا ليا حد تبعه او حد يعني قريب ليه جدا، خاله في مكتب بيصفر قبرص اليونانيه وبيصفر البانيا وبيصفر اليونان، مجزر فراخ ومجازر لحوم وسوبر ماركت وسواقين وجميع اعمال المعمار. فانا كان ليا نصيب ان انا اطلع عن طريق الراجل ده. يعني هي جت كده ان كان في حد وصل عن طريق اليوتيوب وعاوز يتعلم الشاورما، فجه يشتغل معايا فتره. وهي جت كده لما انا ببحث عن سفر، قال لي ده انا خالي بيطلع ناس يعني بيسفروا كده قبرص اليونانيه. دي بالنسبه لقصه ان انا سافرت قبرص اليونانيه ازاي. انا حاليا شغال في مجزر. ممكن اقول لواحد متاح مثلا معايا كام فيزا، عايزين مثلا صناعيه فراخ تيجي تشتغل مثلا في قبرص. اما اقول لواحد مثلا ده عامله 200,000 او عامله 250,000، تمام، يقول لي ليه يا عم؟ اقول لك ما انت بتسافر ايطاليا وبتسافر اليونان وهنا 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 واي دوله غير شرعي ب 300 و 400,000. انت بتبدا مثلا ب 700 يورو، ب 800 يورو كصنايعي لسه جاي مبتدئ، سواق شغال نقاش شغال مثلا في سوبر ماركت، تبدا من 700 يورو ل 800 يورو. تمام، دي كبدايه. مثلا مع الوقت بتبدا تزيد امورك بتتعدل في البلد هنا. يعني انا دلوقتي يعني كمان انا قريب لليونان، يعني زي مثلا مصر والسعوديه. اليونان دوله وقبرص اليونانيه دي دوله تانية خالص. يعني اليونان دوله وقبرص دوله. طبعا بنشوف برضو بنسمع كتير وبنشوف في الجروبات هنا
ان بعض المصريين الفتره اللي احنا فيها حاليا ديت، تمام، ان في اليونان في اكتر من 300 400 شخص من مصر ومن الدول العربيه لحد الان في الكامب، ومش عاوزين يقبلوهم وهيرجعوهم مصر تاني، سواء بقى كنتوا من مصر او من اي دوله بتتابعنا. نصيحه، الفتره دي اصلا الشباب متبهدلين قوي 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 في اليونان، وقاعدين في الكامب بقالهم دلوقتي اكتر من 3 شهور، مفيش علاج، مفيش اي حاجه، ما بيسالوش فيهم، وطالعين كمان بيشتكوا يقول لك احنا ما حدش يسال فينا، فين حقوق الانسان، فين الكلام ده كله. انت رميت نفسك في حاجه زي كده تستحمل؟ انت دلوقتي لو انت اصلا في مصر محدش يسال فيك ولا حد هيعبرك. يعني انت دلوقتي لو انت داخل، او اي واحد داخل مصر هجره غير شرعيه، او واحد داخل مش قانوني، الحكومه في مصر هتعمل فيه ايه؟ انت كذلك الامر، احمد ربنا ان انت في كامب وحد بيجيب لك حبايه برشام وحد بيسال فيك اصلا او بيجيب لك لقمه. فنصيحه للشباب اللي هي في اليونان حاليا تصبر، ولو رجعت ترجع، والناس اللي هي بتفكر تسافر تاني حاليا دلوقتي تيجي هجره غير شرعيه اليونان، نصيحه ما تجيش دلوقتي، لان ما فيش لجوء تام، ووقفوا اللجوء دلوقتي والناس كلها بدات تترحل بالفعل، لان في مشاكل في اليونان. وفي نفس الوقت كنا بنسمع ان قبرص اليونانيه برضو بتعمل لجوء، وحاليا بدات ترفض اللجوء، لان ناس كتير والعرب كتير فيها بنسبه 70% السوريين، العرب عامه وبالاخص السوريين عاملين لجوء هنا، ونسبة اللجوءات زادت قوي. دلوقتي بقى يعملوا ايه؟ ان انت مثلا سوري خد 2000 يورو وسافر سوريا وما تجيش تاني. يعني دلوقتي بقى يعملوا كده، لو انت عاوز ترجع سوريا بتاخد لك 2000 يورو او 2500 يورو وتسافر ما تجيش تاني. حتى كانوا بيقولوا ان قبرص حاليا هتكون من ضمن شنجن 2026، ولكن بعض الامور ولسه الدولة مش جاهزة وفيها مشاكل كتير في بعض الورق، ممكن تكون من ضمن شنجن 2027. حبيت اوصل لكم رساله، الهجره غير شرعيه، انت ليك اب وليك ام، وبعض ناس كتير، ويمكن الاغلبيه بنسبه 70%، ان هم يعني بايعين اللي وراهم واللي قدامهم عشان خاطر يجمعوا المبلغ ده ويطلعوك هجره غير شرعيه، او بتطلع اي دوله هجره غير شرعيه. نصيحه، ناس كتير ما بتوصلش، وناس كتير بتتمرمط، وناس كتير بتقعد في ليبيا، وناس كتير بتقاسي في الحته اللي هي هجره غير شرعيه. اسعى ودور، شوف لك مكتب يطلعك، شوف معاك صنعه، ايه هو مجالك وتخصصك. وبرضه عشان ما تطولش في الفيديو، او ده اول فيديو ان انا اظهر فيه، تمام، هسيب لك حساب الواتس بتاعي تقدر تتواصل معايا بصنعتك، واشوف لعل وعسى اكون سبب رزق ليك في اي دوله ممكنه، او اي دوله جنبي او الدوله اللي انا فيها. هسيب لك حساب الواتس بتاعي في الوصف، تقدر تتواصل معايا انا شخصيا وهرد عليك بنفسي في حساب الوصف او في التعليقات عامه، تمام. وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو، عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده. وان شاء الله انتظروا الفيديوهات اللي جايه التانيه عن اللجوء، او عن حل المغتربين في الدول عامه، او قبرص، او اللجوء، او الشغل ده كله. ان شاء الله هنوصلكم خطوه بخطوه الفتره اللي جايه باذن الله. واتمنى لو انت بتسمع الفيديو لهذه اللحظه ما تنساش تدعمنا بالاشتراك الجميل وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد.